في يوم من الأيام الأرض كانت عبارة عن كوكب أبيض بالشكل ده. التلج كان مغطي معظمها، وبنسمي الوقت ده آيس إيج أو العصور الجليدية. طب احنا عرفنا ازاي؟ وليه الأرض وصلت للشكل ده؟ وبالمرة هحكي لكم على القصة العجيبة بتاعت الراجل العظيم اللي فسر سبب العصور الجليدية. طيب العصر الجليدي الجاي هيكون امتى؟ يلا بينا نعرف كل ده. الموضوع ابتدى لما الجيولوجيين ابتدوا يلاحظوا حاجة غريبة، كتل الصخر المنعزلة. ودي بتبقى كتل عملاقة من الصخور موجودة في مكان ما فيهوش جبال ولا أي صخور شبهها. بدأوا يسألوا جت هنا ازاي؟ ايه القوى الخارقة اللي قدرت تشيل آلاف الأطنان من الصخور وتنقلها مسافة كبيرة كده؟ والسؤال ده فضل سنين ملوش إجابة، لحد ما ظهر عالم سويسري اسمه لويس أجاسيز في بداية القرن ال18. كان بيعمل تجارب على الجليد اللي في جبال الألب في سويسرا. كان بيغرز عيدان شجر في التلج ويسيبه ويرجع بعد سنة يبص عليه. استمر في التجربة دي 5 سنين، لقى ان العيدان اللي زرعها فوق الجبل بتنزل تحت، كل سنة بتتحرك لتحت شوية. معنى كده ان الجليد بيتحرك، ملايين الأطنان من التلج بتتحرك من مكانها. اللي وصل له أجاسيز في 5 سنين بشوية عيدان شجر هو اللي انت شايفه قدامك ده. وده كان أحسن تفسير للغز الصخور المنعزلة اللي كان محير الجيولوجيين. ما هو مفيش قوة طبيعية تقدر تحرك الكتل العملاقة دي وتنقلها أماكن بعيدة غير أطنان التلج المتحركة دي. بس هو كده فسر الصخور المنعزلة اللي جنب جبال الألب في سويسرا. بس الصخور ما كانتش في سويسرا بس، دي كانت منتشرة حتى في الأماكن اللي ما فيهاش جليد والجو فيها ما يسمحش بتكون الجليد أصلا. أجاسيز قرر يشطح بخياله، قال ما هو ممكن يكون الجليد زمان ما كانش في جبال الألب بس، يمكن كان مغطي مساحات أكبر بكتير ومتغلغل جوه الأراضي المنخفضة، وإن الأرض جه عليها وقت كان حرارتها منخفضة والتلج مغطي أجزاء كبيرة منها. طبعا محدش اقتنع بكلامه وقتها، فقرر يسيب سويسرا ويروح بلد ما فيهاش تلج خالص دلوقتي عشان يدور على دليل هناك، واختار اسكتلندا. قال انه لو لقى هناك صخور منعزلة برضه يبقى معنى كده ان نظريته عن الارض المتجمدة صح. وهو مش بس لقى صخور منعزلة هناك زي بتاعت جبال الألب، لا ده كمان لقى أدلة جديدة على ان اسكتلندا كانت متغطية بالتلج في يوم من الأيام. لقى 3 خطوط متوازية موجودة على جانب التلال في مناطق كتير في اسكتلندا، والخطوط دي مش هتتشكل إلا بسبب حركة الجليد. لقى كمان صخور الجليد كان مغطيها وسايب فيها علامات وخرابيش وأجزاء متلمعة كأن حد كان ماشي عليها بصنفرة، والعلامات دي هي العلامات اللي شاف الجليد بيعملها في الصخور في بلده سويسرا. أجاسيز خلاص بقى متأكد إن معظم الأرض كان متغطي بطبقة سميكة من الجليد ومش بس جبال الألب، ونظريته بقت جاهزة تطلع للنور، وفعلا نشرها في مقال في جريدة سكوتسمان سنة 1840. ومن يومها والعصر الجليدي بقى حديث العالم. طيب ماشي، الأرض كانت متغطية بالتلج، طب ليه؟ ما هو مفيش حاجة بتحصل من غير سبب، وكل علماء الجيولوجيا سابوا اللي في ايديهم وراحوا يدوروا على سبب العصر الجليدي. المتعارف عليه في الوقت ده ان مناخ الأرض ثابت، يزيد شوية ينقص شوية بس فروقات بسيطة، مش هتوصل لعصر جليدي. أمال التغيير الجذري اللي حصل في المناخ ده كان سببه ايه؟ السؤال ده حير العلماء سنين ومحدش عارف الإجابة. مين اللي بيدخل الأرض الفريزر ويطلعها تاني؟ الإجابة جت من آخر واحد تتوقع إنه يوصل لها، جيمس كرول. الراجل ده ما كانش عالم ولا كان جيولوجي ولا كان حتى طالب، الراجل ده كان فراش. أيوة كان فراش. سنة 1859 جيمس كرول كان عنده محل بيبيع شاي وخسر، راح اشتغل في لوكاندا وسابها، وبعدين اشتغل في البريد وما كملش، وبعدين راح اشتغل فراش في الكلية. كان راجل هادي وتعليمه على قده بس دماغه كانت ألماظ. كان بيقف على جنب يسمع المحاضرات ويمسح السبورة لما المحاضرة تخلص. اتكرر كتير قدامه اللغز اللي محير العلماء في الوقت ده، لغز سبب العصر الجليدي. في الوقت الفاضي كان بيعلم نفسه الفلك وقوانين الحركة والضوء والحرارة، ووصل بذكائه وخياله ان سبب العصر الجليدي لازم يبقى مصدر الحرارة بتاع الأرض، الشمس. قال ان العصور الجليدية اللي حصلت كان سببها طريقة دوران الأرض حوالين الشمس، وعمل موديل بيشرح طريقة دوران الأرض، بيوضح ان مدار الأرض حوالين الشمس بيضاوي ومش ثابت، في حاجة اسمها إسنتريستي أو شذوذ المدار. أبسطها لك أكتر، الأرض وهي بتلف حوالين الشمس بيجي عليها وقت وتروح تلف قريب منها، مش قريب قوي عشان كده هنسيح، بس قريب كفاية إن المناخ يبقى سخن. وساعات تانية بتلف بعيد عن الشمس، مش بعيد قوي عشان كده هنهرب من حقل جاذبية الشمس
ونبقى كوكب يتيم زي اللي كلمتك عنهم في فيديو أيتام في الفضاء، هسيبهولك في الديسكريبشن. بس بعيد كفاية إن مناخ الأرض يبقى بارد لدرجة إن معظم سطح الأرض يتغطى بالجليد، وهو ده سبب العصور الجليدية اللي حصلت. وكرول العبقري ما سكتش لحد هنا. كرول حدد كمان إن الفترة اللي بتكون فيها الأرض في أبعد مدار عن الشمس بتيجي كل 100,000 سنة، وإن حرارة الشتاء في الوقت ده بتكون أبرد 20% من الشتاء بتاع دلوقتي. بس برضو النسبة دي مش كفاية إنها تجمد الكوكب كله. كرول قال لازم يكون في عامل تاني بيكمل العملية ويبرد الأرض أكتر، ووصل لها برضو بمنتهى البساطة. قال هو مش التلج ده لونه أبيض بس خلصانه، يعني بيعكس ضوء الشمس. لما مساحة التلج الأبيض ده تزيد بسبب شذوذ المدار هتعكس الشمس أكتر، فالمناخ هيبرد أكتر، وكل ما يبرد هيتكون جليد جديد يعكس الشمس أكتر، ويتكون جليد جديد، وهكذا. كأن الجليد بيحمي نفسه لحد ما يغطي معظم الأرض ويستمر عشرات آلاف السنين. والعملية دي اسمها البيدو إفكت. جيمس كرول الفراش هو اللي حلها، والله احنا اللي فراشين. طبعا بعد الإنجاز ده إدارة الكلية قالت له أنت تسيب المقشة والجردل وتيجي تشتغل باحث. بروفيسور جيمس كرول. ودي واحدة من أكتر القصص الملهمة في تاريخ العلم، إن مهما كان وضعك وسنك تقدر تغيره في أي وقت. كرول قضى 10 سنين في الوظيفة الجديدة بيسجل نظريته في كتاب سماه Climate and Time أو المناخ والوقت، وكان واحد من الكتب اللي غيرت العالم. حسب في الكتاب التغيرات اللي حصلت في المناخ في آخر 3 مليون سنة، وعمل رسم بياني بيوضح المناخ اتغير كم مرة فيهم، ومقدار التغير ده كان قد إيه، والأرض مرت بكام عصر جليدي فيهم. وبناء على تاريخ العصور الجليدية دي نقدر نتنبأ بالعصر الجليدي الجاي هيكون إمتى تقريبا. وبعد نشر الكتاب بكام سنة الثورة الصناعية حصلت، وأعمال الحفر انتشرت في كل بريطانيا، وظهرت الطبقات اللي شايلة رواسب الجليد. ولما الجيولوجيين قدروا أعمارها لقوا إن فعلا التتابع بتاع الرواسب دي ماشي مع الرسم البياني بتاع جيمس كرول. آخر عصر جليدي حصل على الأرض انتهى من 20,000 سنة، وبالنظر لتقديرات جيمس كرول والأجهزة الحديثة اللي بقينا نعرف منها أعمار الرواسب بدقة، إحنا أكيد رايحين لعصر جليدي جديد هيغطي نص الأرض الشمالي، هيغطي أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا بالكامل، وهيتسبب في هجرة ملايين من البشر لنص الأرض الجنوبي. نيجي للسؤال المهم، إمتى؟ التقديرات بتقول إن أكيد من 40 ل 50 ألف سنة الأرض هتدخل عصر جليدي جديد، وهيوصل لأشد برودة بعد 80 ألف سنة. فلو بتفكر تهاجر أوروبا ولا أمريكا ما تستعجلش، كلها كام ألف سنة وهم هيهاجروا عندنا عشان ما يتجمدوش. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دوق.